أريد أن أقول للجمهور الجزائري الذي شتمنا بهذه الطريقة: لا تخطئوا في تقدير من هو عدو. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. إخواني أخواتي، أخذ الكلمة للتعقيب على حدث مؤسف وقع البارحة في الجزائر، حيث انطلقت فعاليات ما يسمى بمؤتمر الشان، ما يسمى ببطولة الشان. ويبدو الجمهور الجزائري أو جزء منه لا أدري ارتفعت حناجرهم بشعار معادي لإخوانهم المغاربة، بعيد عن أي خلق أو عن أي حق من حقوق الجوار والأخوة. بطبيعة الحال أنا أشك أن يكون هذا عفويا 100%، بل يرجح عندي أن هذه القضية مخدومة بشكل أو بآخر. كمسؤول سياسي في بلدي المملكة المغربية الشريفة، أريد أن أوضح أن الشعب المغربي لا يعتبر الشعب الجزائري عدو له، بل يشهد الإخوة الجزائريون الذين زاروا المغرب منذ كنا وإلى اليوم، وسيشهدون نفس الشيء في المستقبل، أنهم يعاملون في المغرب كأي من إخوانهم المغاربة، بل بالترحاب والإكرام اللازم الواجب بين الإخوة الذين يجمعهم الدين ويجمعهم اللغة ويجمعهم المستقبل المشترك. ثانيا، هذه الفئة التي تحكم الجزائر خاطبها المغرب على لسان جلالة الملك منذ دائما، وحتى من عهد الحسن الثاني رحمه الله أو محمد الخامس، بخطاب أخوي يميل إلى تقليل النزاع وإعطاء الأولوية لمقتضيات الأخوة والجوار وحسن الجوار. وحتى إن كان هنالك شيء سبق من هذا الجانب أو من آخر، فقد كانت دائما آمالنا معلقة على أن نترك هذا الأمر للتاريخ وللمستقبل، ونبنيه على أنه ديننا وعقيدتنا ومصالحنا هي في أن ننحو بمنحى التوحيد، وفي منحى التعاون، وفي منحى تقوية الأواصر الموجودة بين الدول في إطار المغرب العربي. ولكن مع الأسف الشديد ومن الجهة الأخرى دائما كنا نجد نوع من التعنت ونوع من سوء المعاملة ونوع من الاستفزازات المبالغ فيها. وفي هذه المرة، وبعد أن شهدنا سنوات من الاحتجاجات الداخلية في الجزائر دون أن نتدخل أبدا أو أن نبالغ في إعطاء الخبر في حد ذاته، وحيث أنه كانت الجماهير تخرج وتشتم قادتها وتعتبرهم عصابة، ونحن متحفظون أكثر ما يمكن وحريصون على أن لا نتدخل في الشؤون الداخلية. يخرج بسبب أن فريقنا
رفض أن يتوجه إلا إذا سمح له أن يتوجه في طائرة خاصة بالمملكة المغربية، وهذا حقه الطبيعي، تخرج فئة من أبناء الجزائر من إخواننا تشتمنا بهذه الطريقة على يعني مسمع ومرأى من العالم، وبحضور شهود دوليين أفارقة وعرب ومسلمين وغيرهم. نريد أن نقول لإخواننا الجزائريين، أنا أتحدث بصفتي أنوب عن حزب العدالة والتنمية. الدولة المغربية لها واسع النظر في الطريقة التي ترى بها الرد على هذا. أنا أتحدث عن حزب سياسي، أتحدث انطلاقا من قناعاتي عن حزب نيابة عن حزب سياسي. أريد أن أقول رأيي أن لا ننجر نحن لهذه الاستفزازات. هذه أمور لا تليق بنا. أريد أن أقول للجمهور الجزائري الذي شتمنا بهذه الطريقة: لا تخطئوا في تقدير من هو عدوكم الحقيقي. أريد أن أقول للسادة الذين يحكمون الجزائر: لا تفكروا في حل مشاكلكم عبر تأجيج العداوة نحو إخوانكم المغاربة، فهذا عيب وليس منسجما لا مع ديننا ولا مع مبادئنا ولا مع أخلاقنا ولا مع تاريخنا المشترك. وادرسوا التاريخ جيدا. وأريد أن أقول أن هذا الذي يقع اليوم ستكون له عواقب في المستقبل غير محمودة، لأن العار لا يلصق إلا بأهله. فرأيي أنا أننا لا نرد على هذه الاستفزازات. ولو جاء الفريق الجزائري لكي يلعب في المغرب، في تقديري أن المواطنين لن يستقبلوه إلا أحسن استقبال. ولا أريد أن أذكر بسعادة المغاربة يوم فاز الإخوة الجزائريون ببطولة إفريقيا، بل وتهنئة جلالة الملك لرئيسهم في ذلك. وأن كل ما يروج من أننا نحاول أن نسيء إليهم بأساليب مختلفة هو مجرد دعاية. نصيحتي لإخوان الجزائريين جميعا: لا تتمادوا في الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم لا تظلموا إخوانكم المغاربة، لأن الله سبحانه وتعالى شاهد عليهم وعليكم. ويعني الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الناس بظلمهم في الدنيا قبل الآخرة. فلهذا فأنا أدعوكم إلى الكف عن هذه الاستفزازات ومراجعة موقفكم الذي لا يمكن أن يفسره أو يقبله لا ديننا المشترك ولا عقيدتنا المشتركة ولا مذهبنا الفقهي المشترك ولا أخلاق الجوار والأخوة الكونية ولا الظروف السياسية التي تعيشها البشرية، خصوصا بعد اشتعال الحرب في أوروبا. أقول هذا الكلام لا أجد أي غضاضة أن أذكر المغاربة كذلك بالاستمرار يعني في الصبر على إخواننا والإحسان إليهم. ولكن أريد أن أقول للإخوان الجزائريين: لسنا خصومكم، وعندكم خصوم تعرفونهم. إن كانت قد رجحت كفتهم فإن الزمن دوار وإن الأيام دول، وإن الله سبحانه وتعالى يداولها بين الناس. فلا تتركوا العار يلتصق بكم كشعب. يحبكم إخوانكم المغاربة ويرحبون بكم في كل لحظة وحين. هذا خير وأحسن في الحاضر وفي المستقبل. والسلام عليكم أيها الإخوة الجزائريون ورحمة الله تعالى وبركاته.